حاطط رجله في رجله على طول اهي، واضحه تماما اهي، واضحه اللعبه ما فيهاش كلام، ما فيهاش كلام، يعني عرقله واضحه واضحه واضحه. وزودها كمان طارق وهو بيقع كمان خد رجلين الاتنين معاها، يعني اداها شكل، انما فيها عرقله واضحه. ومعاها احمد العدوي بيصفر ركله جزاء بعد 29 دقيقه من بدايه اللقاء. ادي بيعيدها لنا محمد نصر مره والثانيه والثالثه، ركله جزاء. يا ترى مين اللي داخل؟ كابونجا. كابونجا على فكره مسجل حتى الان ركلتين جزاء، واحده في الحدود وواحده في المصري. وادي حوار على دكه بدلاء الاتحاد السكندري، وعماد المندوه بيقول يا علي، قايل لك يا علي بقى، شوف يا علي هتعمل ايه يا علي في الكره دي. كابونجا سجل في الحدود والمصري ركلات ترجيح جزاء، وداخل كابونجا وجول جول جول بعد نص ساعه. يتقدم فريق نادي الرجاء على الاتحاد السكندري 1-0. بيسجل كابونجا الهدف، وده هدفه الشخصي الرابع في هذا الدوري. محمود فرج كابونجا بيسجل الهدف، كابتن فريق نادي الرجاء. يتقدم الرجاء على الاتحاد السكندري 1-0. شفناها وبيعيدها لنا محمد نصر اكتر من مره. لعل هذا الهدف يصحصح شويه اللاعبين. كابونجا يتقدم من ركله جزاء لفريق نادي الرجاء. دخل فتحي هيعمل العرضيه، انما كوكو معاها لسه خطوره، وجول جول 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 التحداوي. يا محمد يا حمدي يا زكي. الدقيقه 42 يتعادل الاخضر عن طريق محمد حمدي زكي. هدف ياتي بطريقه متعثره، مفيش كلام، يدخل تتلعب، انما الكره من الاساس نحيي فيها فتحي. مبروك اللي عمل كوره جميله جميله جميله. بص شوف فتحي، بقول لكم احد الخبرات، مفيش كلام، لماها، هو ده مفتاح الجول. عدى فتحي، دخل، خش يا فتحي، عمل العرضيه، يطلعها كوكو، ترجع لحمدي، يحط الكره تخبط وترد بالياردو. جول جول التحداوي جميل والله. هدف ملعوب، بداية من فتحي. مبروك، يدخل ويعمل الكورة، يطلعها كوكو، يردها جده الصغير جوه المرمى. جول مرة تانية جميلة قوي من أكرم لفتحي، ودفعة من الخلف ويطلع يمسكها كوكو، إنما كان خد قراره على طول أهو الدفعة، واخده ولف بيه علي العربي، وركلة جزاء. ادي قايم فتحي مبروك يستكمل علاجه، وشايف محمد حمدي زكي وكله هادي في المنطقة بقى اللي فيها عشاق نادي الاتحاد السكندري. ومحمد حمدي هل يا ترى على موعد مع هدفه السابع في هذا الدوري؟ محمد حمدي زكي داخل وكوكو معاه ومحمد حمدي، وجول جول جول الاتحداوي. الهدف الثاني للاتحاد السكندري بعد 10 دقايق من الشوط الثاني. محمد حمدي زكي من ركلة جزاء 2. بيبقى نقوله ايه؟ نجم عالي، يبقى بيدور على الهدف الثالث. ركنية، ادي هي اعادة ركلة الجزاء اللي سجل منها محمد حمدي زكي الهدف الثاني لنادي الاتحاد السكندري. ادي اهو محمد حمدي جايبه لنا محمد نصر من اكتر من مكان، وادي ملعوبه اماميه وبهيج بالراس وحلوه، وجول وجول وجول. يدخل اسلام فؤاد. اسلام بقول لكم هداف الدور الثاني، كان على موعد مع الهدف الاول له في هذا اللقاء، وهدف التعادل في الدقيقة 14 من الشوط الثاني. يا لها من مباراة عجيبة. 2-2. اسلام فؤاد هداف الدور الثاني. ادي الاوفر من عمرو نبيل، يسندها علي بهيج حلوة قوي، تسقط بين الدفاع، يعدي ويدخل، وكأن الاشارة خضراء يا محمد يا عادل، يسيل بعد الكرة اللي فاتت. ادي الهدف مرة تانية، بتفوت وبيحط رجله الشمال
اسلام يلعبها. بص شوف حسام حسن بقى الناحيه الثانيه عايز ينزل الملعب، وادي على طول تتزق لمحمد حمدي، ومحمد سمير جوه المنطقه، وعلى طول جول 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 جول. بازوكا يعملها، بازوكا يخلصها، فرحه بره وفرحه جوه. وبص شوف بيعمل ايه. الاتحاد يتقدم في الوقت الضايع. ياه ياه ياه، مش معقول. هدف يعني بياتي ايه بصعوبه بالغه. بقول لكم لسه قبليها اصرار من الاتحاد على التقدم، اصرار واضح من رمزي خالد لبقيه اللاعبين على احراز الهدف. يتقدم الاخضر وفرحه في المدرج. في اسلام صالح الكوره واقع على الارض، ادي اهي محمد سمير ويعملها بازوكا. والله حلوه حلوه يا بازوكا، والله بازوكا يعني بدل ما يحطها قويه حاططها ايه لمسه سحريه. يا ولد يا ولد يا ولد، والله جول جميل 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 يا بازوكا. يحط هدف. وشوف بص شوف العميد بيعمل ايه. ياه بعد الهدف بيقول احمدك يا رب. لقطه ب1,000,000 جنيه يا محمد يا نصر، والله ماشى بالكادر بشكل